بيبدأ فيلم النهاردة في الصين زمان مع بنت جميلة اسمها مولان. اتولدت بهبة من الأسلاف، والهبة دي خلت عندها قدرات خارقة. وطبعا مولان قررت تنمي قدراتها من صغرها بالتدريب على القتال بدون علم حد غير أبوها. وعلشان نعرف ليه مولان خبت موهبتها بنرجع بالزمن فترة وبنعرف إن مولان كانت بنت شقية ومشاغبة جدا، وبنشوفها في الوقت ده ماسكة عصاية وبتجري ورا فرخة في كل أرجاء العشيرة بتاعتها، بس بسبب لهفتها في اللعب بتكسر تمثال أسلافها، وده خلى كل أهل العشيرة متضايقين. وكمان لما الفرخة بتطير فوق البيوت بتطلع وراها وبتفضل تطاردها، لكن الفرخة بتقدر تهرب منها وبتطير تدخل العشة بتاعتها. في الوقت ده أبو مولان بيأمرها تنزل بسرعة، بس للأسف مولان بتتزحلق وبتقع من فوق المبنى، ووقتها كل اللي موجودين بيتصدموا وهي بتقع. لكن مولان بذكاء كبير بتقدر تعلق العصاية اللي معاها في المبنى وبتنزل بكل هدوء وسط صدمة من كل أهل العشيرة، واللي كانوا ساعتها متضايقين من اللي بتعمله، لكن أبوها الوحيد اللي كان فرحان بيها جدا. المهم بالليل مولان بتقعد تتكلم مع أختها الصغيرة في نفس الوقت اللي أمها بتبقى بتتكلم مع أبوها، وبتقوله إنه لازم يهذبها علشان لما تكبر يقدموها للخطبة وتجيب لها عريس وتجوزها، لأن في عرف المملكة البنات مكانهم بيت جوازهم، واللي بتفكر تتجه للقتال بتبقى بالنسبة للناس منبوذة وبتجيب لأهلها العار. وقتها بيقتنع الأب بكلام مراته وبيطلع يتكلم مع مولان وهي بتحاول تركب جناح التمثال اللي كسرته. بيطلب منها ساعتها إنها تخفي قدراتها الروحية عن الأنظار وتتابع تدريباتها في الخفاء، لكن لما بيحس إنها زعلانة بيعرفها إنه بيعمل كده علشان يحميها وعاوزها كمان لما تكبر تشرف العيلة. المهم بعد سنين في منطقة صحراوية اسمها طريق الحرير شمال غرب الصين بنشوف واحد ماشي بجمل لوحده، لكن فجأة بتظهر قدامه واحدة شكلها غريب جدا، واللي بمجرد ما بيبص في عينيها بيحس بوجع في عينه، وهنا بنعرف إنها ساحرة بمجرد ما بتخترق جسمه. عامة بعد كده بيرجع الشاب ده للقرية بتاعته اللي بتبقى تابعة للمدينة الإمبراطورية، وفي نفس الوقت ده بنشوف عصابة ملقبين بالروران وقائدهم بوري خان بيهاجم القرية، وساعتها واحد من الجنود بيرمي عليه سهم، لكن بوري خان بيصدم الجميع وبيمسكوا بإيده يحدفوا عليهم تاني. وقتها بنعرف إن الساحرة تابعة ليه واللي فورا بتظهر على حقيقتها وبتبدأ تموت في الجنود من داخل القرية. أما بوري خان وجنوده فبيمسكوا سيوفهم وبيطيروا على جدران القرية وبيبدأوا يموتوا الجنود واحد ورا التاني بكل وحشية لحد ما في النهاية بيخلصوا عليهم كلهم، لكن بيسيبوا واحد منهم بس، وده علشان الساحرة تخترق جسمه. فورا بتروح للمدينة الإمبراطورية علشان تبلغ الحاكم إن بوري خان وجيش الروران دمروا القرية وقتلوا كل اللي فيها، وقدروا كمان يستولوا على طريق الحرير علشان يعيقوا حركة التجارة. وقتها بيتفاجئ الحاكم لما بيسمع اسم بوري خان لأنه كان قتله في آخر معركة بينهم زمان، لكن المستشار بتاعه وقتها بيعرفه إنه يبقى ابنه وراجع ينتقم. فعلشان كده الحاكم بيؤمر المستشار يجهز جيش كبير من كل القرى في المملكة كلها ويدربهم كمان على أعلى مستوى علشان يقتلوا بوري خان وأعوانه. في الوقت ده الساحرة بتتكلم من خلال الجندي وبتقول للحاكم إن بوري خان بيستعين بساحرة وتعتبر هي اللي بتمدهم بالقوة، بس الحاكم وقتها بيغضب وبيقوله إنه مش بيخاف من السحر الأسود وبكل قوته هيخلص على بوري خان والساحرة بتاعته. بعدها بقى الساحرة بتخرج من القصر وبتفضل ماشية كده لحد ما بتوصل لمكان ما فيهوش ناس، وفجأة بتتحول لصقر وبتطير بسرعة على مقر جيش الروران، وهناك بتبلغ بوري خان بخطة الإمبراطور. في الوقت ده بوري خان بيبقى فخور بيها جدا وبيقول لها إنها أثبتت كفاءتها كساحرة، لكن الساحرة بتتضايق من كلامه وبتقوله إنها محاربة وبتخنقه من رقبته وبتعرفه إنها ممكن تخلص عليه في لمح البصر. لكن بوري خان بيستخدم الدافع اللي عندها وبيقول لها إنها مش هتنول مرادها غير بمساعدته، وده لأن أهل قريتها لما عرفوا إن عندها قدرات خارقة نبذوها ووصموا أهلها بالعار ورموها كمان في الصحراء. ومن وقتها عندها رغبة كبيرة في الانتقام من المملكة باللي فيها، وطبعا بوري خان لما لقاها استغل الرغبة دي وطلب منها مساعدتها في مقابل انه يبقى ليها مكانة كبيرة في الحاشية بتاعته لما يخلص على الامبراطور ويستولى على المملكة. على الناحية التانية بقى بنلاقي مولان كبرت وبقت شابة جميلة، وفي يوم كانت بتتدرب في منطقة بعيدة لوحدها ولقت ساعتها أرنبين بيجروا في الزرع، فبتفضل تجري وراهم كعادتها يعني لمطاردة الحيوانات زي زمان، وكانت وقتها في قمة سعادتها. بس أول ما بترجع البيت سعادتها دي بتختفي على طول، لأن أبوها بيعرفها إن الخطبة لقت لها عريس كويس ودلوقتي آن الأوان إنها تتجوز وتشرف العيلة. فبتضطر وقتها مولان إنها توافق
واختها وامها على طول بيجهزوها بالمكياج والهدوم الجديده وبياخدوها معاهم وبيروحوا يقابلوا الخطبه. ساعتها بقى مولان بتقعد قدام الخطبه تصب لهم الشاي، والخطبه وقتها بتفضل تقول على الصفات الجيده لاي عروسه وبتعرفهم ان كل الصفات دي متوفره في بنتهم. بس وقتها بنشوف عنكبوت صغير كده نازل من السقف، بس المفاجاه ساعتها ان اخت مولان طلعت بتترعب من العناكب، فبتضطر مولان انها تحرك الابريق بتاع الشاي وتحطه على العنكبوت علشان تحافظ على هدوء اختها. لكن في الوقت ده الخطبه بتتضايق علشان من التقاليد عندهم ان الابريق يفضل في نص الترابيزه، وبتزعق كمان لمولان علشان ترجعه مكانه. مولان وقتها كانت بتحاول تقنعها تسيبه مكانه، لكن الخطبه بتصمم على رايها، فبتضطر مولان انها ترفعه، وبمجرد ما بتحركه من مكانه اختها بتشوف العنكبوت وبتصرخ صرخه تجيب لاخر القريه، والعنكبوت كمان بيطير على الخطبه بيوقعها وبتخبط الترابيزه برجلها تطير الابريق والكاسات. لكن مولان وقتها بتخلع الدبابيس من شعرها وبتمسكهم بمهاره عاليه جدا، بس للاسف شعرها بينزل على عينيها وبتقع على الارض وكل حاجه بتتكسر. ساعتها الخطبه بتطردهم من بيتها وبتطلع في نص القريه توصم عائله مولان بالعار علشان من وجهه نظرها ما عرفوش يربوها. هنا بقى بنشوف ابو مولان واخدهم معاه وماشي في القريه حاطط وشه في الارض، لكن فجاه وقتها بيلاقي مرسال من الجيش الملكي داخل عليهم وبيطلب تجنيد شاب من كل عيله علشان يقاتل مع الجيش. وقتها كل عيله بتبعت ابنها علشان يشارك في حمايه البلد، لكن بالنسبه لابو مولان علشان ما عندوش اولاد فبيقرر انه يتطوع بنفسه للحرب، رغم انه مصاب بكسر في رجله من وقت اخر حرب دخلها مع الجيش وماشي على عكاز. الموضوع ساعتها بيبقى صعب جدا عليه لدرجه انه لما بيروح ياخد جواب الانضمام بيقع ساعتها على الارض، فبتقرر مولان تجري علشان تقومه، لكن امها بتمنعها علشان ابوها ما يحسش بالضعف والذل قدام الجنود. ساعتها مولان بتستنى لحد ما بيرجعوا البيت وبتحاول تمنعه انه يروح، لكن ابوها بيتعصب وبيزعق لها وبيسيبهم وبيدخل اوضته القديمه. وساعتها ام مولان بتتكلم معاها هي واختها وبتقول لهم انهم لازم يتعاونوا مع بعض علشان يعرفوا يعيشوا حياتهم من بعد ابوهم، لان المره دي مش هينجو من الحرب وهيموت. في الوقت ده مولان بتروح لابوها الاوضه بتاعته اللي بيبقى حاطط فيها السيف بتاعه وبيطلعه وقتها علشان يسنه. ساعتها بيطلب من مولان تقعد معاه وبيوصيها تاخد بالها من امها واختها في غيابه، وكانه كان حاسس هو كمان انه مش هيرجع تاني. بس علشان يطمن مولان بيوريها برواز صغير كده عليه تمثال العنقاء رمز الاسلاف، وبيعرفها انها كانت بتحميه في اخر قتال ليه، وهي دلوقتي برضه هتفضل جنبه، وحتى لو مات هتقول لاسلافهم انه كان شجاع ومخلص وصادق. ودي الفضائل الثلاثه اللي كل محاربين الامبراطوريه لازم تكون موجوده عندهم. المهم بعد كده ابو مولان بيقول لها انه هيدخل يرتاح شويه علشان هيسافر الصبح، لكن مولان بقى بتستغل الفرصه وبتمسك سيف ابوها وبتفضل تتدرب على مسكته في القتال. ففي الوقت ده بتقرر انها تاخد السيف والدرع بتاع ابوها وتمشي في نص الليل قبل ما يصحى علشان تنضم للحرب مكانه. الصبح بقى بيجي وابوها بيصحى مش بيلاقي السيف بتاعه، وهنا بيعرف ان مولان هي اللي خدته وراحت تحارب مكانه. طبعا في الوقت ده امها بتبقى مرعوبه عليها انها تموت في معركتها قدام الروران، لكن ابوها بيكون رعبه الاكبر ان الجيش الملكي هو اللي يخلص عليها لو اكتشف انها بنت. فعلشان كده بيدعي وبيتوسل للعنقاء علشان تاخد بالها منها، لانه طول عمره مدللها وكان خايف عليها من شرور الحروب. في الوقت ده مولان بتكون تعبت من طول المسافه اللي مشيتها، واول ما الليل بيدخل عليها بتختار مكان كده تستريح فيه، وبتاكل الحصان اخر ثمره فاكهه معاها علشان ما يتعبش منها، خصوصا يعني انها مش حافظه الطريق. المهم تاني يوم مولان بتصحى من النوم بتظهر لها العنقاء وبتفضل طايره فوقها وبتاخدها وراها علشان تدلها على مكان المعسكر. هناك بقى بتلاقي مجموعه شباب من المتطوعين بيهزروا مع بعض، واحد منهم اسمه جون بيوقعها غصب عنه، بس على طول بيمد ايده علشان يقومها وبيعتذر لها. لكن مولان وقتها بتحس بالاهانه وبتطلع سيفها تحط على رقبته، فبيغضب جون وبيطلع سيفه هو كمان. لكن وقتها قائد تونج المسؤول عن تدريبهم بيهجم عليهم هما الاتنين، بيضربهم وبياخد منهم سيوفهم، وبيعرفهم وقتها انه ممنوع القتال بينهم مهما كان السبب، وانهم جايين يتدربوا علشان يقتلوا الاعداء مش يقتلوا بعض. وبيسأل جون وقتها عن اسمه واسم عيلته، بس لما بيجي الدور على مولان بتخن صوتها وبتتكلم زي الرجاله، وبتقول له كمان على اسم تاني علشان ما يعرفش انها بنت. المهم بعدها كل الجنود بيروحوا على الخيم، وطبعا كشباب بيقلعوا قدام بعض عادي بدون كسوف، وطبعا ساعتها مولان بتبقى عاوزه الارض تنشق وتبلعها، بس لحسن حظها يعني في الوقت ده ان واحد من القاده بيدخل
وبيدخل يختار منهم واحد للحراسة الليلية. فبتستغل مولان الفرصة وبتتطوع هي للحراسة لحد ما كلهم بيناموا، وبتدخل تتسحب علشان محدش يحس بيها، وبتروح تنام على السرير بتاعها. لكن ساعتها بتلاقي واحد بيتقلب كده ورايح عليها، فبتبعده بسرعة عنها علشان تعرف تنام. وفي الوقت ده بقى بتفتكر الوقت اللي مشت فيه من البيت واهلها نايمين. المهم في اليوم اللي بعده القائد تونج بيجمعهم كلهم وبيخلي المساعد بتاعه يبلغهم بالقواعد، وهي ان السرقة والهروب وجلب النساء للمعسكر عقابهم كلهم الاعدام. لكن بالنسبة للكذب بقى فعقوبته بتكون الطرد والعار للشخص اللي هيعمل كده هو وعيلته واهله كلهم. عامة بعدها تونج بيدربهم بقى على المهارات القتالية ومسكة السيف اثناء المعركة، والتمرين التاني هو رمي السهام. اما التالت اللي بيكون اقوى حاجة فيهم وهو ان كل واحد بيملأ انانين من المية وبيرفعوها على ايديهم بكل ثبات وبيطلعوا بيهم قمة جبل عالي جدا. في البداية طبعا كلهم بيفشلوا في كل التمارين، لكن يوم بعد يوم بيبدأوا يتطوروا شوية، وبعد ما قضوا فترة طويلة مع بعض بدأوا يحسوا انهم عيلة واحدة. فعلشان كده جون بيحس انه لازم يعتذر لمولان على اللي عمله في اول مقابلة ليهم. لكن للأسف في اليوم اللي بعده مساعد تونج بيشوف واحد بيرمي المية من الإناء علشان يسهل التمرين على نفسه، وطبعا بما انه غش في الاختبار بيتم طرده، والعار هيفضل مطارده هو واهله لحد اخر يوم في عمره. بعد كده مولان بتقعد تاكل مع اصحابها، وساعتها كل واحد بيفتح قلبه وبيتكلم عن مواصفات حبيبته. في الوقت ده طبعا مولان بتبقى محروجة جدا، بس مجبرة انها تتدخل معاهم في الموضوع علشان ما يشكوش فيها. ساعتها بقى بتقول مواصفاتها هي انها شجاعة يعني ومخلصة، وبتعرفهم ان كل راجل المفروض يدور على المواصفات دي في شريكة حياته، لكنهم في الوقت ده كلهم بيسخروا منها. فعلشان كده جون بيقرر يروح لها الخيمة وهي قاعدة لوحدها، وبيقول لها ما تسمحش لزمايلهم يضايقوها تاني، وبيعرفها انه مقتنع بكلامها وانه بيدور على بنت فيها نفس المواصفات، لكنه ما كانش عنده الجرأة اصلا يتكلم مع اي واحدة حبها في حياته. فبتنصحه مولان ساعتها انه يعترف بحبه للبنت اللي بيحبها، وبتقنعه كمان انها توافق. فبيشكرها جون وقتها على نصيحتها ليه، بس فجأة بيقرب عليها وبيلاقي ريحتها وحشة جدا، وبيطلب منها تستحمى لأن من يوم انضمامها للمعسكر ما استحمتش نهائي. المهم تاني يوم بقى كل اتنين بيبدأوا يتدربوا مع بعض على القتال، وساعتها مولان بيقع حظها مع جون اللي وقتها ما بتقدرش تقتله، وفي كل مرة بتهجم عليه بيوقع الرمح من ايديها، لحد ما مولان بتغضب جدا، وساعتها ما بتحسش بنفسها وبتكشف عن قدراتها الروحية، وبتمسك الرمح ترفعه في الهواء وبتطير تضربه بالرجل بكل قوتها وبتوجهه ناحية جون. في الوقت ده كل المحاربين بيوقفوا تدريب وبيتفرجوا على القتال الشرس اللي بينهم، ووقتها رغم ان مساعد تونج كان عاوز يتدخل ويوقف المهزلة اللي بتحصل دي، الا ان تونج نفسه كان مستمتع بالقتال وبيمنعه. بنكمل بعد كده مع جون وهو بيستعد للهجوم على مولان، لكنها بتتفادى ضربته وبتروح بسرعة تجيب الرمح تحدفه عليه، لكن في اللحظة دي بتفوق وبتقرر تنسحب من القتال، وبتدخل الخيمة تلوم نفسها علشان أظهرت قوتها الحقيقية. فجأة زمايلها بيدخلوا يحيوها على القتال، لكن ساعتها برضو بيشموا ريحتها هي كمان وبيقولوا لها ان ريحتها وحشة ولازم تستحمى. ساعتها بتقرر مولان تستنى لحد ما يناموا كلهم، وبتروح عند البحيرة وبتنزل تنظف نفسها، لكن مفيش ثواني وبتلاقي جون جاي وراها وبينزل كمان المية معاها. طبعا ساعتها مولان كانت خايفة انه يعرف حقيقتها، فعلشان كده بترفض انها تتكلم معاه او تظهر له وشها، وساعتها بيفكرها جون زعلانة منه وبيقول لها يعني انهم زمايل ولازم يحموا بعض قدام الاعداء، وبيطلب منها ان في المعركة ما تتخلاش عنه وتديله ظهرها زي ما بتعمل دلوقتي، وبيقرر فورا انه يسيبها ويمشي. المهم تاني يوم بنشوف بوري خان بيجتمع مع حلفائه المعاديين للامبراطور، وفجأة بتدخل عليهم الساحرة في صورة صقر، فبيتأهبوا ساعتها علشان يهجموا عليها، لكن بوري بيقول لهم انها المساعدة بتاعته وهتساعدهم كمان في القضاء على الامبراطور. في الوقت ده بيهدوا وبوري خان بيتكلم معاهم عن الثروات اللي هيجمعوها بعد السيطرة على المملكة، لكن واحد منهم بيغضب لانه عاوز ينتقم من الامبراطور، فبيوعدوا وقتها بوري انه هيخلص عليه. بعدها بيقف هو والساحرة لوحدهم يبلغها انهم لازم يهاجموا اقرب قرية للمدينة الامبراطورية علشان يستفزوا الحاكم اكتر ويجبروه يبعت جيشه للحرب في اسرع وقت. على الناحية التانية بقى تونج بيستدعي مولان لمكتبه وبيبدي إعجابه الكبير بمهاراتها القتالية، وبينصحها إنها تتدرب وتنمي قدراتها أكتر، وكمان ساعتها بيفاجئها إنه كان عارفها من ساعة ما شاف سيف أبوها، وبيقول لها كمان إنهم كانوا زمايل في الجيش، لكن كل ده بيكلمها على أساس إنها راجل طبعا مش ست.
المهم مولان بتسمع النصيحة وبتبدأ تتدرب لوحدها زي ما كانت بتتدرب طول حياتها في الخفاء، ويوم بعد يوم قدرت تنجح في اختبار صعود الجبل وسط دهشة كبيرة من كل زمايلها. بس على الناحية التانية بوري خان والساحرة بيهجموا على القرية، وطبعا بيموتوا كل أهلها وكمان بيحرقوها علشان يستفزوا الإمبراطور أكتر وأكتر. وفعلا بمجرد ما الأخبار بتوصل لتونج بيأمر المساعد إنه يجمع كل المتطوعين علشان يعرفهم إنهم خلاص بقوا جنود ولازم يجهزوا للمعركة. بيخليهم بعد كده يرددوا وراه الفضائل الثلاثة، ووقتها مولان بتردد الشجاعة والإخلاص لكن ما بتقدرش تقول الصدق لأن وجودها معاهم من البداية قايم على الغش. في الوقت ده بتحس إن الكدبة دي مكتفاها، فعلشان كده بتقرر إنها تروح لقائد تونج تعترف له بكل حاجة. لكن قبل ما تنطق بحرف تونج بيكلمها على أساس إنها جندي، وبيقول لها إنه عارف إنها خايفة تدخل الحرب، وبيطمنها إنه هيفضل جنبها هي وزمايلها. فبتضطر مولان وقتها إنها تحبس الكدبة في قلبها لحد ما تنتهي الحرب. المهم بعدها بيتحركوا من المعسكر وبيروحوا للقرية اللي اتدمرت، وساعتها بيشوفوا جثث الجنود مرمية في كل مكان، والنار كمان التهمت كل شبر في القرية، وده بيديهم دافع أكبر للانتقام بكل قوتهم. على العموم في الليل 2 كشافة كده بيروحوا لهم المعسكر وبيبلغوهم إن بوري خان مجهز جيش عدده كبير جدا للمعركة. ومن بعدها مولان بتتجمع مع زمايلها اللي بيبقوا كلهم خايفين من المعركة، لكن مولان بتطمنهم إنها بتردد نفس كلام القائد تونج وبتوعدهم إنها تحميهم كلهم. بس جون وقتها بيشوف إيديها وهي بتترعش وبيعرف إنها خايفة أكتر منهم، بس رغم كده بتداري خوفها ده علشان تشجعهم. المهم في اليوم اللي بعده على طول جيش المملكة بيروحوا يقابلوا بوري خان وجنوده، وقبل بداية المعركة بوري خان بتوصل له أخبار إن الإمبراطور بعت الجيش بتاعه كله ومفيش معاه دلوقتي غير الحرس الجمهوري وخلاص. هنا بنعرف إن بوري خان كان عامل خطة خبيثة ما تخطرش على بال حد، وبيأمر رجالته وقتها يكملوا خطواتها مهما كان التمن. بعد كده بيتقدم صفوف الجيش وبيهجم على جيش الإمبراطور اللي بيستعد هو كمان، وبيصوبوا سهام ملهاش عدد عليهم وبيموتوا منهم عدد كبير جدا. لكن بوري خان بيصدمهم وقتها وبياخد مجموعة من الجنود وبيجروا من المعركة. ففي الوقت ده تونج بيؤمر مولان تاخد مجموعة من الجنود وتطاردهم، وبالفعل مولان بتنفذ الأوامر وقتها. لكن مرة واحدة بتلاقي واحد من جنود بوري خان بيلف على الحصان وبيصوب عليهم السهام، ففي اللحظة دي مولان بتتفادى السهم في الثانية الأخيرة، لكن المقابل بيكون حياة واحد من زمايلها، فبتغضب جدا وبتصوب سهم عليه تموته في الحال. بس بعدها جنود بوري خان بيخلصوا على زمايلها كلهم وما بيبقاش فاضل منهم غير 2 بس بيهربوا. بس رغم كده مولان بتقرر تطاردهم لحد آخر نفس فيها. في الوقت ده بتلاقي نفسها لوحدها في منطقة مغطيها الضباب، وفجأة كمان بتظهر الساحرة على هيئة صقر وبتهجم عليها، فبتنط مولان من على الحصان وبتطلع سيفها. لكن الساحرة بتفاجئها وقتها انها عارفة حقيقتها، وكل ما مولان بتحاول تخفيها بتعرفها الساحرة ان السر اللي مخبياه ده هيضعفها. وفي وسط كلامهم طبعا بتدور بينهم معركة شرسة جدا، لكن الساحرة هي اللي متحكمة فيها، وفجأة كمان بتاخد السيف من ايديها وبترميه لبعيد. ساعتها مولان بتفضل تزحف على الارض لحد ما بتوصل للسيف وبتمسكه. ففي الوقت ده بتهددها الساحرة انها لو ما اعترفتش بحقيقتها هتخلص عليها، لكن برضو مولان بتصمم تخفي الكذبة، وعلشان كده للأسف الساحرة بترميها بقطعة معدن مدببة في صدرها بتخلص عليها. على الناحية التانية بقى بنلاقي جنود بوري خان مسيطرين سيطرة كاملة على القتال، لكن في اللحظة دي بقى بتحصل معجزة بفضل طائر العنقاء الأسطوري، وهي ان الكذبة بتموت وبيموت معاها الجندي المزيف اللي مولان اخترعته. لكن بتعيش مولان المقاتلة اللي بتقرر فورا انها تكشف حقيقتها للجميع، وبتركب حصانها وبتجري بسرعة تنضم للمعركة. وأول ما بتدخل بتلاقي واحد بيرمي عليها رمح، فبتطير من على الحصان تضرب الرمح برجلها ترشقه في قلبه، وبعد كده بتهجم بكل شراسة على جنود الروران بتخلص عليهم بدون ذرة رحمة. لكن فجأة بتلاقي الساحرة اتحولت لعدد مهول من الخفافيش وبدأت تهاجم زمايلها، وكمان بيبقى في مجموعة جنود واقفين على قمة جبل كانوا بيرموا على زمايلها كرات نارية ضخمة جدا كده، فعلشان تحميهم بتجري فورا وبتاخد معاها خوذ زمايلها اللي ماتوا، وبتقف على الناحية التانية من الجبل ورا جنود الروران وبتصوب عليها السهام بتموت كام واحد فيهم كده. بس للأسف بيشوفوها، لكن بسبب الخوذ اللي هي حطاها قدامهم بيفكروا انها مش لوحدها، فبيلفوا ناحيتها وبيرموا عليها كرة نارية ضخمة لكن بتيجي في جزء مغطى بالجليد. في اللحظة دي مولان بتستخدم قدراتها الخاصة عن طريق انها بتحط ايديها على الارض بتعمل هزة ارضية بيسبب انهيار للجليد، وبتجري فورا تركب حصانها وبتهرب. اما الجليد فبينزل على جنود يوري خان يموتهم،
وكان هيموت واحد من زمايل مولان، لكن جون وقتها بيجري عليه بسرعة ينقذه، لكن للأسف كان هيموت مكانه لولا ان مولان بتتدخل على آخر لحظة وبتنقذه ومش بتسيبه غير لما بتتأكد انه لسه عايش. بعدها بقى تونج بيقوم يدور على كل جنوده وبيأمر رجالته يدوروا على مولان، وهنا كان يقصد الجندي المزيف، لكن بيتصدم اول ما بيشوف مولان جاية تركع قدامه بشخصيتها الحقيقية وبتعتذر له عن الكذبة اللي كدبتها عليه. وطبعا وقتها كل اللي موجودين كانوا مصدومين وبيتصدموا اكتر من رد فعل تونج اللي بيقرر يطردها من الجيش وبيوصمها كمان هي واهلها بالعار. هي وقتها فضلت تترجاه انه يعدمها، لكن بيرفض برضه في النهاية وبيطردها. طبعا في الوقت ده الحزن بيسيطر على مولان اللي دمرت سمعة اهلها وابوها بالتحديد، وده الوقت اللي الساحرة بتقدر تستغل ضعفها فيه علشان تضمها ليهم، خصوصا بعد ما بتعرفها انها كانت زيها والناس ما تقبلوش اختلافها وطردوها من المملكة. لكن مولان بترفض عرضها وبتقول لها انها سابت اهلها علشان تحمي المملكة والامبراطور من بوري خان الجبان اللي هرب من المعركة وساب جنوده. لكن بتفاجئها الساحرة وقتها ان بوري خان كان عامل خطة علشان الجيش يخرج من المملكة، وهو دلوقتي حاليا في طريقه لقتل الامبراطور. فبتختار وقتها مولان انها تروح فورا تحذر تونج وتعرفه بحقيقة مخطط بوري خان الخبيث، لكن تونج برضه مش بيصدقها وكمان بيطلع السيف بتاعه علشان يقطع رقبتها، لكن جون بيتدخل وبيقوله انها ممكن تكون كذبت عليهم، بس برضه هي اللي ضحت بنفسها وكشفت حقيقتها علشان تحميهم في المعركة. ساعتها كل زمايلها بيدعموها، وكمان وقتها تونج بيقول لها انه مصدقها وبيطلب منها تقودهم للمدينة الامبراطورية. في الوقت ده الساحرة بتتحول لصقر وبتهاجم الحرس الجمهوري علشان تلهيهم لحد ما بوري خان وجنوده يدخلوا المدينة. اما هي بعدها فبتروح تسيطر على مستشار الامبراطور وبتروح تبلغ الامبراطور بذات نفسه ان في عدد كبير من جنوده ماتوا في المعركة، وان بوري خان موجود في القصر الجديد اللي تحت الانشاء وعاوز يقتله وجها لوجه علشان يصفوا الطار اللي بينهم. في الوقت ده الحاكم بيوافق فورا علشان يحمي كل اهل الامبراطورية، لانه كده واثق انه هيخلص على بوري خان زي ما قتل ابوه. بمجرد بقى ما بيخرج الامبراطور مع الحرس بتوعه من القصر، الساحرة بتؤمر كل حراس البوابات يدخلوا يحموا القصر، وبكده بتكون مهمتها انتهت. سلمت الامبراطور لبوري خان ورجالته هيهاجموا المدينة ويخلصوا على كل الجنود. لكن في الوقت ده مولان واللي معاها بيوصلوا وبيبدأوا ساعتها يقتلوا جنود بوري خان بكل قوتهم، لكن وقتها تونج بيقول لمولان انهم هيتكفلوا بالقتال وبيخليها تروح بسرعة للقصر تحمي الامبراطور. بس للأسف وقتها بوري خان بيفاجئ الامبراطور انه عامل له كمين وبيأمر رجالته يخلصوا على الحراس بتوعه، لكن وقتها الامبراطور بيهجم على رجالة بوري خان وبيبدأ يخلص عليهم، بس للأسف كان في شوية مستخبيين فوقه بيرموه بعدد من السهام مربوطين بأحبال وبيكتفوه بيها، وبعدها بوري خان بيأمر رجالته يروحوا يساعدوا زمايلهم وبيسيبوه بقى يخلص حساباته القديمة مع الامبراطور. بعد كده مولان بتقابل جنود بوري خان وبيحاولوا انهم يبعدوها عن القصر، لكن ساعتها جون وزمايلها بيلحقوها وبيقرروا يقتلوا الأعداء علشان يخلوها تهرب منهم وتروح تنقذ الامبراطور. وقتها مولان بتطير على الجدار وبتعرف تجري منهم وبتروح بسرعة تقفل البوابة عليهم، وفورا بتدخل القصر تركع قدام العرش وبتقول للامبراطور انها جاية تحميه، لكن بتتفاجئ ان الساحرة هي اللي قاعدة قدامها، واللي ساعتها بتتصدم لما بتعرف ان الجيش تقبلها وخلاها كمان القائد بتاعهم. هنا مولان بتستغل الفرصة وبتطلب منها تساعدها مع وعد انها ترجعها الامبراطورية وهتديها المكانة كمان اللي نفسها فيها. في اللحظة دي الساحرة بتحس بالفخر ناحية مولان اللي قدرت تغير نظرة الناس ليها وللي زيهم، وبتتحول لصقر فورا وبتاخدها وراها لحد ما بتدلها على مكان الامبراطور. في الوقت ده بيغضب بوري خان علشان الساحرة غدرت بيه، وكمان اول ما بيشوف مولان جاية بيصوب سهمه عليها، لكن الساحرة بتقرر وقتها انها تضحي بنفسها وبتطير تاخد السهم مكان مولان، وقبل ما تموت بتوصي مولان تخلص على بوري خان وتحمي المملكة. في الوقت ده مولان بتدخل المبنى وبتتسحب ورا بوري خان علشان تطلع تحرر الامبراطور، بس بوري خان وقتها بيتظاهر انه مش شايفها ومرة واحدة بيهجم عليها، فبتطلع سيفها بسرعة جدا وبتفضل تتفادى ضرباته، ومرة واحدة بتنقض عليه تبعده عنها، لكن للأسف السيف بتاعها بيقع منها في النار اللي كان بوري خان عاوز يحرق الامبراطور فيها. وقتها الامبراطور بيشجعها علشان تقاوم
تقاوم وتحمي الامبراطوريه زي ما العنقاء الاسطوريه عملت زمان. وبالفعل مولان بتقوم تمسك عصايه تخبط بوري خان في دماغه، وبتجري تتعلق في قطعه خشب مربوطه في حبل وبتقف عليها، وبوري خان وقتها بيجري بسرعه يقف قدامها. هنا بقى مولان بتستجمع كل قوتها وبتطير تضربه بالرجل تطير السيف من ايده، وبتاخده بسرعه تقطع بيه الحبل وبتوقعه من الارتفاع العالي اللي هم فيه، وبتمسك الحبل هي وبتنط بسرعه جنب الامبراطور علشان تفكه. في نفس اللحظه بقى بنلاقي بوري خان لسه عايش وكمان بيصوب سهمه ناحيه الامبراطور، بس على اخر لحظه مولان بتفك ايده والامبراطور بيمسك السهم يرميه في الهواء، ومولان بتطير وراه تضربه بالرجل بكل قوتها، بترشقه في صدر بوري خان وبتخلص عليه اخيرا. وفي نفس اللحظه جون وزمايله بيكونوا قضوا هما كمان على كل رجالته. طبعا بعد اللي عملته مولان الامبراطور بيقرر يكرمها بانه يخليها من ضمن الحرس الامبراطوري، فبتشكره مولان وقتها لكن بترفض العرض بتاعه لانها عاوزه ترجع قريتها تعتذر لاهلها علشان هربت من غير علمهم. فبيحترم وقتها الامبراطور قرارها وبيسمح لها كمان انها تمشي. في الوقت ده جون بيروح وراها يودعها، وبيبان من نظراته ليها ان هي البنت اللي بيتمنى انها تبقى شريكة حياته، وبيوعدها انهم هيتقابلوا مرة تانية. بعد كده مولان بترجع قريتها وبتعرف ساعتها ان الخطبة جابت لاختها عريس، بس بمجرد ما اختها بتعرف انها رجعت بتطلع تجري عليها بسرعة، وكمان امها بتطلع من البيت تاخدها في حضنها، لكن بمجرد ما مولان بتشوف ابوها بتروح تعتذر له انها ضيعت السيف بتاعه. وهي بعد اللي شافته وحسته وهي بتأدي واجبها تجاه المملكة عرفت سبب اعتزاز ابوها بالسيف، لكن ابوها وقتها بيقول لها ان حياتها عنده اغلى من اي حاجة في الدنيا، وبياخدها في حضنه في مشهد مؤثر جدا على كل اللي موجودين. فجأة وقتها بيلاقوا القائد تونج داخل وراها بيقول لابوها ان مولان فخر المملكة كلها، خصوصا بعد ما انقذت الامبراطور، وبيعرفوا كمان ان الامبراطور بعت لها سيف هدية بدل اللي اتحرق، والمفاجأة كمان انه ضاف عليه فضيلة رابعة وهي الاخلاص للعائلة. وقبل ما يمشي تونج بيبلغ مولان ان الامبراطور طلب منه يخليها تفكر في العرض، وعرفها انه مستني ردها في اسرع وقت. وهنا بتنتهي حكاية البنوتة الجميلة اللي كانت بتخبي موهبتها علشان ما تدمرش سمعة عيلتها، وتحولت من جندية لقائدة لحد ما بقت أسطورة حية في تاريخ الصين بأكملها. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.